صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. دل هذا أيها الأفاضل على أن الإنسان ينبغي أن ينتبه لهذا، وأن ينتبه لقلبه، وأن يحذر من أن يفسد عليه أحد قلبه. وكذلك ينبغي أن نكون مفاتيح للخير لا مفاتيح للشر. ينتبه الإنسان إذا ابتليت بمعصية، وإذا ابتليت أنت، يعني إنسان يدخن، إنسان عنده علاقات محرمة سواء بنت مع شباب أو شباب مع بنات، أو إنسان عنده مثلا فلاش ميموري فيه عدد من الأمور المحرمة، أو عنده في الجوال بلوتوثات فيها أشياء محرمة. انتبه، لا تكن داعية لغيرك للوقوع فيها، لأنك ستكون مثل إبليس. إبليس لما طرده الله تعالى من رحمته وقال له جل وعلا: وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، ما قال إبليس: يا ربي أستغفرك وأتوب إليك، لا، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا ربي مثل ما أنا فسدت سوف أفسد الناس.